صباح الخير عليكم. صباح الخير على احلى متابعين، لا مساء الخير، عشان احنا دلوقتي بعد الظهر وهنعمل وصفة مع بعض. الوصفة دي بقى لأجمل متابعة معانا أماني الفقي. بشكرك من هنا من قناتك، قناة دفا البيت، وبقول لك ألف شكر على المنش اللي انت عملتيه على الفيس ولثقتك فيا ان انت عملتي الكيكة وطلعت حلوة قوي من ايديكي. شكرا يا اماني. وطلبتي مني وصفه بجوز الهند، قلتي عندي جوز هند كتير عايزه اعمل حاجه، هعمل لك وصفه كده ايه بسيطه على السريع. ولو حبيتي تانية وصفات تانية قولي لي وانا معاكي. تمام. اول حاجه هنعملوها، هصور هنا ايه، جايبه انا الخلاط وحاطه فيه السكر، فهطحن السكر ناعم. عايزه انا كوبايه سكر من دي، كوبايه دي ما يعادل كده ربع كيلو، انا وزنها وعارفاها بمقاديري. رجعنا لكم تاني بقى بعد ما ضربنا السكر اهو. السكر كوبايه بالظبط زي دي بالظبط، زي ما قلت لك يا اماني. النهارده هنعمل طريقه كله عارفها، بس انا بحبها قوي، بحبها جدا كمان. العيد ما يعديش إلا لما اعملها، او الايام العاديه للاولاد كده عشان ينبسطوا. ده بسكوت جوز الهند، هنعمل النهارده ايه؟ بسكوت جوز الهند. مقاديره جميله وحلوه. البسكوت ده من احب البسكوتات لقلبي، ومقاديره دي انا معتمداها من وانا في الثانوي بعملها، ما بغيرهاش. والدتي علمتهاني كده وفضلت عليها كده. بتاخد ايه بقى؟ تقريبا ده كده بالظبط نص كيلو دقيق، مش تقريبا، هو 3 كوبايات من دي، وانا متعوده ان ال3 كوبايات من دي بيعملوا نص كيلو دقيق. عندك ميزاني وزني، ما عندكيش هاتي الكوبايه الطويله بتاعت الميه، انا وزنها قبل كده ومعتمداها. يبقى نص كيلو دقيق بياخد كوبايه سكر، كوبايه جوز الهند، كوبايه سمنه. ويا سلام يا اماني لو دي بقى سمنه فلاحي، يا سلام يا سلام، بس كل واحد حسب ما قدرته. انا بعملها بالسمنه العاديه وبيبقى جميل ومقرمش، ما هش كده هش. يبقى نص كيلو دقيق، كوبايه سكر، كوبايه جوز الهند، كوبايه سمنه، 4 بيضات، معانا الفانيليا ومعانا البيكنج باودر. ويلا بقى نخش على التفاصيل. هضرب السكر كويس جدا بمضرب مع السمنه، ما عندكيش مضرب ايديكي بتخليه زي الكريمه جميل. الاول دول يتضربوا مع بعض وارجع لكم. كده بقى السمنه على السكر البودره، هنفضل نضرب فيهم لحد ما قوامهم يبقى زي الكريمه بالظبط، تكون كريمه خالص. هضربهم وارجع لكم تاني. كده بقى هنبتدي نحط ايه، بيضه تختفي البيضه نحط التانية. ومجهزين الفانيليا هنحطها لها، هحطها بيضه واحط لها فانيليتها وارجع لكم تاني. بعد البيض ما اختفى معانا بقى الخليط كده. انا طبعا بعمل حاجه واسعه عشان ابينها لكم، هو كان عايز ايه بوله اصغر من دي شويه عشان يبان ويتضرب. تضربي كويس قوي. بعد كده هضيف كوبايه جوز الهند اهي، اضيفها اقلبها كويس كده. شوفي جميله ومخيشه ازاي، تعمل جو حلو قوي جوز الهند. هقلبوه وارجع لكم وانا بعمل كده. هنحط الدقيق، ما تحطوش كله النص كيلو كله، لا، في دقيق بيقبل وفي دقيق ما بيقبلش. بالراحه كده هحطه واحط المبودر، هخلي دول كده. ومش عايزاكي تعجني، انا مش عايزاكي تعجني، ومش هحط المبودر كله لان الكميه بسيطه يعني. هحط ايه حبه مبودر كده صغيرين، الباقي هشيله بينفعني مره تانية. وتبداي ايه تلمي العجين بحيث الدقيق يتشرب، ما تعجنيش، تلمي، لان ده بسكوت بيحب الم الحاجه كده. هلمه كده. ولو لقيته لسه محتاج دقيق، انتوا كلكم شاطرين وعارفين بتعملوا البسكوت ازاي، انا بفكركم بحاجه بنعمل سوا، نقوم نفتكر سوا. انما انتوا كلكم انا عارفه كلكم شاطرين، واللي عنده طريقه تانية لجوز الهند يبعت لنا نجرب سوا ونعمل سوا. واللي عنده طريقه للبسكوت ده احلى من كده يقول لنا. كلنا بنتعلم من بعض. شوفوا انا حاسه ان هو هيعوز دقيق تاني، هزود اهو وهحطه، ان شاء الله هيقبله وهيبقى زي الفل. هشربه في السائل بتاعي ده، في البيض والسمنه والسكر وجوز الهند، وارجع لكم تاني. ادي العجينه اهي بعد ما خلصت شربنا الدقيق في السمنه والسكر والبيض وجوز الهند. بتعرفي ازاي انها عملت؟ ما تختبرهاش بايدك اللي انت كنت لامه بيها، ايدك التانية الناشفه، تاخدي حته كده تعملي كده تبصي ما بتلزقش، اهي جميله اهي وسمنتها جميله. باخد الكره كده، انا ما بشكلش في مكان بديفور ولا حاجه، انا بعمل كده صوابع زي الكفته كده وبحطها كده.
وباجي عليها كده بالشوكه، بعمل شكل جميل مع جوز الهند بقى. بصي بصي بصي، بيبقى مخرفش ولذيذ. احلى بسكوت جوز الهند اهو. ويا اماني انتوا والمتابعين اكيد عندكم وصفات لجوز الهند، حتى انت يا اماني لو في حاجه جديده قوليها لي، او انتوا قولوها لنا ونشاركوا بيها مع بعض ونجربوها سوا. ولسه عندنا وصفات تانية، ممكن نعمل بسبوسه بتعوز جوز الهند، ممكن نعمل جوزيه، نعمل اي حاجه بجوز الهند. نفكر بعض كلنا على الصفحه والتعليقات، بما اننا اتفقنا ان احنا عيله واحده، عيله بيتنا الدافي، رجاله ستات اخويا اختي بنتي، كلنا مع بعض نشاركوا. اي حد عارف وصفه يشارك معانا، كلنا بيت واحد. الاخوات الصبيان بيساعدونا برضو، وابهاتنا بيساعدونا في كل حاجه. هو ده البيت الدافي يا حبايبي. وهخلص كده التشكيل وارجع لكم تاني. عرفتوا ازاي بعملها؟ صوابع وبعدين بالشوكه كده عليها بالراحه. هخلصهم وارجع لكم واحنا حاطينها في الفرن. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا البركه الحلوه؟ شفتوا عملت كام صينيه؟ شفتوا لمتنا بقى لما اتلمينا واتجمعنا في بيت العيله؟ شفتوا؟ انا بتهيالي نص كيلو يعمل الصواني ده والعدد ده، بسم الله ما شاء الله. انا كان بيعمل لي تقريبا صينيتين، اول مره يعمل. على فكره صوانيه دي كبيره قوي، واسعه جدا، مش صواني بيتزا دي يا جماعه، صواني كبيره. عملت 3 صواني. شفتوا البركه؟ نص كيلو. طالما احنا اتفقنا مع بعض بقينا عيله واحده، البركه والله هتزيد يا جماعه وترجع زي زمان. كده اهي في الفرن الغاز. انا لسه حطاها، هي لسه يا دوبك بارده وحطاها. مهديه النار ازاي؟ مهديه النار خالص وبشويش عليها، بشويش خالص. هقفل الفرن واسيبها مع نفسها لما تستوي كده براحتها على الهادي. ولو لقيتها حسيتها استوت من تحت، هعللها حاجه بسيطه كده من فوق وحمرها. كلكم عارفين سوى البسكوت، تقدروا تعملوه في فرن البوتاجاز او فرن كهرباء. وهخلصه وارجع لكم تاني. دلوقتي البسكوت اهو، شوفوا شكله بسم الله ما شاء الله. بصوا الحبه عملوا ايه. عايزه تقللي المقادير اعملي ربع دقيق وقللي نص المقادير التانية. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، هتلاقوا تحت الفيديو على طول كده كلمه المزيد، تدوسي عليها تلاقي الوصف، هتلاقوا المقادير كده تمام. لما تيجي بقى تخزنيه او تشيليه، شوفي مقرمش ازاي وجميل، حلو قوي. حاجه كده هشه بسكوتايه جميله، ناعمه ناعمه خالص اهي. تيجي تشيليه تكوني ايه، ما تحطوش بقى في ورق او علبه مكشوفه، في علبه كده من بتوع البسكوت، حفظ البسكوت، وبتلبسيها كيسه كده. انا طلعته من الصواني وسبته يبرد شويه على مهله خالص. لما يبرد البسكوت تعبيه كده وترصيه واحده واحده كده، واحده واحده في كيسه. لبسي كيسه كده وتحطيها. بعد ما تخلصي خالص تمسكي الكيسه تطلعي منها الهواء وتقفلي وتغطيها بغطاء كده، يفضل مقرمش لاخر واحده. بنعبيه كده ونرصه واحده جنب واحده وفوق بعض. ولادك ياخدوا يفتحوا الكيسه ياخدوا اللي هم عايزينه، وتاخدي انت عايزاه وتربطي الكيسه تاني عليه ما يتهواش. وان عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتعليق، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. وعقبال الوصفه الجايه.